عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة مهاجرا من مكة المكرمة، نزل ضيفا في دار الصحابي الجليل كلثوم بن الهد الذي كان يسكن في منطقة قباء، وكان رجلا كبيرا في السن. أسلم قبل قدوم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عند كلثوم بن الهد 4 أيام، وكان لديه بستان سمي بستان المفتضل، وفي هذا البستان كان النبي يتوضأ من بئر عذق وكان يشرب منه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل المهاجرين في بيته ويستقبل الوفود في دار سعد بن خيثمة. وبئر عذق ليست مردومة حاليا، وإنما تعمل وفيها مضخة ماء لمن أراد أن يتوضأ ويشرب منها، كما كان يفعل أشرف الخلق صلى الله عليه وسلم. وتوفي كلثوم بن الهد قبل بدر بقليل، وهو أول من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قدومه المدينة المنورة.